واش خباركم باللي المغرب وفرنسا ما بقاوش باغين غير شراكة عادية؟ حنا دابا كنهضروا على تسونامي دبلوماسي كيوجد ليه الملك محمد السادس والرئيس ايمانويل ماكرون. تخيل معايا 11 شخصية وازنة خدامة في الكواليس بسرية تامة باش يكتبوا معاهدة صداقة تاريخية، شي حاجة ما دارتها فرنسا مع حتى شي دولة من غير ألمانيا. علاش هاد التوقيت بالضبط؟ وعلاش فرنسا قررت تحط كاع البيض ديالها في السله ديال المغرب؟ واش هادي هي نهايه اللعب على الحبلين اللي كدير فرنسا في شمال افريقيا؟ ركزوا معايا حيت الارقام مهمه بزاف. باش نفهموا هاد التقارب خاصنا نتفاهموا ان فرنسا اليوم كتبقى هي المستثمر الاجنبي الاول في المغرب، ولكن هذا الشيء ما كافيش. الهدف من هذه المعاهدة هو رفع سقف المبادلات التجارية اللي وصلت ل 14 مليار أورو في 2023. المغرب ماشي غير سوق، المغرب هو مركز لوجستي فرنسا عينيها عليه وعلى مشاريع قطار تي جي في الفائق السرعة. صفقات بمليارات الدراهم غتربط القنيطرة بمراكش وأكادير، وكذلك مشاريع الطاقة الخضراء والمتجددة. المغرب كيخطط يستثمر 50 مليار دولار في الهيدروجين الأخضر حتى 2030. وفرنسا بغات تكون هي الشريك التقني والمالي الأول في هذه المشاريع. كذلك في صناعة الطيران والسيارات عندنا أكثر من 250 شركة فرنسية خدامة في المغرب كتوفر آلاف مناصب الشغل. والهدف هو تحويل المغرب لقاعدة خلفية صناعية لأوروبا كاملة. ولكن واش كيحسب لكم أن هذه المعاهدة غير على قبل الفلوس؟ الصدمة هي أن هذا الاتفاق كيتجاوز الاقتصاد. فرنسا لأول مرة كتعترف ضمنيا باللي ميزان القوة تبدل. فرنسا اليوم محتاجة للمغرب أكثر ما المغرب محتاجها. بعد ما فرنسا تطردات من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، لقات راسها معزولة. المنقذ الوحيد هو المقاربة المغربية الأطلسية. الصدمة هنا هي أن معاهدة الصداقة غتعطي للمغرب دور الضامن الاستراتيجي لمصالح أوروبا في إفريقيا. يعني المغرب ما بقاش كياخد الأوامر بل كيحدد قواعد اللعبة. هاد الشراكة غتخرجنا من منطق الرابح والخاسر المنطق التحالف العضوي. سياديا فرنسا حسمات ملف الصحراء المغربية، وهذه المعاهدة هي القفل اللي غيسد على هذا الملف دبلوماسيا في المحافل الدولية. أمنيا التنسيق غيولي في مستوى تكامل استخباراتي لمواجهة مخاطر الساحل. جيوسياسيا هذا المحور الرباط وباريس هو الرد المباشر على التغلغل الروسي والصيني في المنطقة. حنا قدام اتحاد مصيري. المغرب كيستغل الموقع ديالو كبوابة للأطلسي، وفرنسا كتستغل الخبرة المغربية باش ترجع رجليها في إفريقيا. في الختام، هاد 11 شخصية اللي كيكتبوا بنود هاد المعاهدة ما كيكتبوش مجرد ورقة، هم كيرسموا خريطة الطريق ل50 عام الجاية. السؤال اللي كيبقى مطروح ولكم واسع النظر: واش هاد التعاقد الدبلوماسي غيكون متوازن فعلا، ولا فرنسا غتحاول ترجع للاساليب ديالها القديمه تحت غطاء الصداقه؟ واش هاد التحالف هو الضربه القاضيه للمنافسين ديال المغرب في المنطقه؟ واش نتوما مع هاد التقارب الكبير او ضد؟ في الختام يبقى النقاش مفتوح والرأي مسؤولية والمعلومة أمانة. نترك لكم مساحة التعليق وإبداء الرأي باحترام. وإذا عجبكم المحتوى ما تنساوش تدعموا القناة بالاشتراك والتفاعل، لأن المتابعة ديالكم هي اللي كتدفعنا للاستمرار في تقديم محتوى جاد وموثوق. كيعاون ربي.